بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب الدعاء. يا ربي وارحم بابا واغفر له ونور قبره، يا ربي وارحم جميع موتانا واغفر لهم، يا ربي واشفي جميع مرضانا، يا ربي طول لي في عمر ميمتي وعمر والديكم، آمين يا رب العالمين. لا فيديو تاعنا لنهار اليوم رايحين نديرو زوج طرق كيفية تفصيل وخياطة لي بانو. على كل حال هما ما فيهمش تفصيل مرة، كنت يعني راح نديرهم بطريقة وليت بدلت رأيي درتهم بالطريقة هذه باه نعطي لكم زوج طرق. إذا كنتوا تخدموا في لي باغور دو دغا وجاكم معاهم لي بانو رايحين تتعلموا كيفاش تخدموه. ليسونسيال انا هذا هو القماش اللي بقى لي من تغليف الكوات اللي خدمناها مع بعضنا. راني درت لكم لا فيديو بالتفصيل في القناه، اللي ما شافتش لا فيديو دوكا خلي لك الرابط تاع الفيديو في صندوق الوصف. وخدمنا بهذا القماش مخده وساده يعني ب70 سنتيم، فصلنا زوج وسائد. ليسونسيال بقى لنا هذا القطعه هذه اللي فيها متر ونص، يعني متر ونص من القماش رايحه تخدم لك بانو واحد. حنايا في النافذه تاعنا نخدموا دو بانو، سواء مع لي باغور دو دغا ولا مع اي حاجه، يعني لازم لنا زوج بانوات ماشي ريدو، دو بانو هذو اللي رايحين نخدموهم احنا. واحد يجي في الجهه اليمنى وواحد يجي في الجهه اليسرى. كل واحد فيهم لازم يهز متر ونص. كي تكوني انتي تخدمي سور كوموند لازم عليك ديري متر ونص فما فوق، يعني الزبونة اذا حبت اكثر يكون اكثر احسن، واذا خلت لك لو شوا ليك اخدمي بمتر ونص. ويلا نروح نشوفوا الطريقه اللي رايحين نخيطوا بها هذا لا غفلات اسبانيول. هذه راهي بزاف عمليه وهايله بالبزاف، خير من هذيك لا غفلات اللي تكون لازم تركبيها وتخيطيها ومن بعد تولي تقعريها في النص هي والقماش وتدخلي لها لي زانو تاعها. فيها خدمه وأون بليس فيها تعبه شويه، كيما نقولوا احنا انا ما نحبهاش باسكو هذوك لي زانو دي فوا هكذا وين يطيروا. هاد لا غفلات هذه بزاف هايله وعمليه وسهله جدا جدا، خاصه المبتدئات. اذا حابين تتعلموا كيفاش تخيطوا لا غفلات ابداو بهذه، سهلوها في يديكم ان شاء الله تسهل عليكم الاخرى. بالنسبه للطول تاع البانو راه 240 يعني على حساب الطول تاع القماش. احنا نروحوا نشريو متر ونص للبانو واحد نستعملوه في العرض، اما الطول فهو الطول اللي يجي من عند المحل. باه تفهموني لهنا باللي هذا القماش اللي فيه الدبابه راه طويل شويه على القماش الانيه، راه زايد شويه ب10 سنتيم، ولا لازم هذيك ال10 سنتيم لازم عليا نفصلها، لكن ما نفصلهاش دوكا بعد ما نركب لا غفلات في هذا البانو ونركب لا غفلات في البانو الاخر باه نروح نفصلها. خلاص شوفوا لهنا في الحافة هذه نخليو قيمة الكفة، يا إما 2 سنتيم 1.5 سنتيم، شوفي انتي والكفة اللي راح تديريها في الجنب. ليسونسيال لهنا كنت رايحة نشرح لكم الطرق الخياطة في زوج في بانو واحد، من بعد وليت قلت لا خليوني الطريقة الأولى نخيطوها في البانو الأول والطريقة الثانية نخيطوها في البانو الثاني. خلاص يلا حبوباتي، قلت لكم لهنا في الجنب لازم تخليو قيمه تاع 1.5 ولا 2 سنتيم على حساب الكفه اللي رايحين نديروها في الجنب. من بعد نحكموا لا غفلات تاعنا بحيث هذوك الفتحات اللي يجي فيهم التريونغل القصبه نحطوها على وجه القماش، ونحطوا الحافه تاع لا غفلات على الحافه تاع البانو ولا تاع القماش عفوا، الحافة تاع لا غفلات جوست فوق الحافة تاع القماش، ونبداو الخياطة تاعنا على بعد نصف سنتيم. خلاص نكملوا الخياطة تاعنا حتى للأسفل. الغرزة تكون الغرزة رقم 2، يعني تكون الغرزة العادية اللي نخيطوا بها عادي. بعد ما نلحقوا اخر القماش نروح نفصلوا الزياده تاع لا غفلات. والمبتدئات انا ننصحك حبيبتي كي تكوني حاطه لا غفلات تاعك في بدايه القماش لازم تقيسي اول شيء باه تروحي تبداي تخيطي.
فهمتيني؟ دوكا نكملوا الخطوه هذه ومن بعد نزيد نفهمك مليح. من بعد ما نخلصوا هذه الخياطه الاولى نعاودوا نقلبوا لا غفلات تاعنا للداخل، بحيث يعني هذيك الفتحه وين تدخل القصبه راهي في وجوهنا، والقماش راه الظهر تاعو في وجوهنا، ونعاودوا نديروا خياطه واحده اخرى على الحافه تاع القماش، يعني نديروا سيغ بيكور. هذا الخطوه راهي ضروريه باه نروحوا نخيطوا الجهه الاخرى. قلت لك كي تكوني رايحه تركبي لا غفلات تاعك لازم عليك تحكمي لا غفلات تحطيها في الحافه تاع القماش وتبداي تقيسي، بحيث هذيك وين تدخل القصبه ما لازمش تكون بعيده بزاف على الحواف، يعني على الجناب من ومن، وما لازمش تكون قريبه بزاف. باسكو دي فوا هكذا وين تلقاي مول المحل كي يقطع لكم يقطع لكم بزاف لا غفلات قبل ما تبدا القصبه، ثم رايح يكون البانو تاعك بعيد بزاف. نتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلت. بعد ما نكملوا هذيك الخياطه سيغ بيكور نروحوا نخيطوا هذا الجهه، بحيث لازم يديك في زوج يكونوا يخدموا في نفس البلاصه. واش معناتها يد راهي تبلاطي في لا غفلات، واليد الاخرى راهي تعدل في القماش وراهي تعاون فيه يطلع الفوق. وما تجريوش بالماشينه كي تكونوا تخيطوا في هذا الجهه هذه، ما تجريوش باسكو هذيك لا غفلات رايحه تتكسل لكم ورايحه تزيد تتكسل للاسفل، ورايحين تتحصلوا على واحد الديكالاج ما يعجبكمش كامل، ورايحين تندموا. ما يخفاش علينا احنا نحبوا نخيطوا الحاجه متقونه وكامل، بصح نحبوا نزربوا. اول حاجه نزربوا نخلصوها، ثاني حاجه نزربوا نشوفوا كيفاش خرجت. لا حنايا صح نخيطوها ونزربوا نخلصوا بصح بالافكار والحيل. دوكا انتيا كي تروحي تجري بالماشينه وهو هذاك الغفلات تتكسل، رايحه تتحصلي على ديكالاج، رايح يعواجلك، تولي تضطري يا تفتحي يا تخليها عوجه ما تقديش تمديها للزبونه عوجه، معناتها كي خسرتي زبونه وزوج وثلاثه وربعه ماشي وحده فريده. راهي هذه تقول لهذه، يعني لازم تكون عندك لافينيسيون، حسن المعامله، هذو الحوايج كامل يخليو الزبائن يعاودوا يرجعوا لكم. والحاجه الثانيه بعد ما تكملي قلت لك لا غفلات وتمشي بالماشينه بالعقل ما تجريش بها، نروحوا نديروا الكفه للجوانب، ماشي للجوانب، للجانب الاول، من بعد نفوتوا على الجهه السفليه ونعاودوا نطلعوا للجانب الثاني. ليسونسيال رايحين نديروا كفه ساير داير. هذه لازم بالنسبه للكفه انتم اللي تتحكموا فيها، تحبوا ديروها على بعد 2 سنتيم، يعني تحبوا ديروا كفه عريضه تحبوا ديروا كفه رقيقه. كي نوصلوا للاسفل نخدموا واحد المثلث، من بعد نطوي طيه اولى من بعد طيه ثانيه. لهنا اللي ما فهمتش تزومي وتعاود فقط، لانه هذا التقنيه هذه درتها لكم شحال من مره في الدراوات في لي بانو اللي خدمناهم الاولين. دائما نعطي لكم هذا الافكار هذو، وما نحبش يعني نقعد اشاك فوا نعاود. دي فوا هكذا نحب نعاود بها اونكا واحده ما شافتش هذاك الفيديو تستفاد من الفيديو هذا، تقول لك راك عطيتيه لي ناقص. ولو كان نقعدوا نعاودوا غير في نفس الشيء رايحين نطولوا بزاف في الفيديو. يلا حنا البانو الاول خلصناه، نجيو دوكا للطريقه الثانيه، خياطه لا غفلات بالطريقه الثانيه، وهذه اسهل طريقه. يعني المبتدئات انا بديت لكم بالطريقه الاولى باه تتحكموا فيها وتمشي على يديكم ومن بعد يفرج ربي. لهنا ثاني كي نجيبوا لا غفلات تاعنا، شوفوا كيفاش رايحين نديروا، نحطوا لا غفلات بحيث الوجه تاعها راه لوجوهنا، يعني وين تدخل القصبه راه في وجوهنا، وظهر القماش هو اللي راه في وجوهنا. من بعد نوليو نديرو كفه، طيه اولى على بعد نصف سنتيم، ثم طيه ثانيه على بعد نصف سنتيم، ولازم هذيك النصف سنتيم لازم لا غفلات تكون داخله لداخل. شوفوا الكفه راهي فوق لا غفلات، لاحظوا مليح، زومي ولا فوطو تاعكم باه تشوفوني كيفاش راني نخدم. خلاص، يعني كي تطوي وانتوما الطيه الاولى، الطيه الثانيه لازم تكون فوق لا غفلات. لازم ضكا كي راني نخيط في القماش وفي لا غفلات. هذه اسهل طريقه، انا اللي بانو تاعي كامل نخدمهم بالطريقه هذه، باسكو فيها غير 2 خطوات، الاخرى فيها 3، يعني راح تشد لكم الوقت شويه.
ولا هنا نروحوا نخيطوا الخياطه الثانيه، نزيدوا يعني نشدوا مليح لا غفلات. لازم يد تبلاطي لا غفلات واليد الاخرى تعدل القماش. ورانا نمشيو بالماشينه بالعقل. لهنا راني غير انا مزربت لكم لا فيديو، راني نمشي بعقلي لانه قلت لكم لا غفلات تتكسل بزاف. دوك تشوفوا النتيجه النهائيه اللي تحصلت عليها، ما تحصلتش على كامل هذاك الديكالاج. معروفه باللي لا غفلات كي نكونوا نخيطوا فيها رايحه تعواج كي شغل مخيطينها عوجه. شوفوا لهنا راني درت لكم بالبطيء كيفاش نخدموا هذاك الكوان. لازم نديروا المره الاولى مثلث، من بعد نطويو نصف سنتيم الاولى، من بعد نزيدوا النصف سنتيم الثانيه، باه نتحصلوا على هذيك الزاويه القائمه. يعني لي كوان كامل لازم نخدموهم بنفس الطريقه. خلاص، انا اللي حبيت نعطي لكم زوج طرق للخياطه باه نتوما المبتدئات تبداو بالطريقه الاولى حتى تمشي على يديكم مليح وتعودوا تعرفوا كيفاش تتحكموا في لاغفلات، تتحكموا في الكفه. من بعد وليو خيطوا بالطريقه الثانيه احسن. رايحين تزربوا ورايحين توفروا على رواحكم يعني وقت وجهد، لانه الطريقه الاولى فيها 3 خطوات للخياطه والطريقه الثانيه فيها غير زوج. هذيك هي زوج، يعني كون لقينا كيفاش نزيدوا نقصوا خطوه نقصوها. هاني اللي انا زدت عاودت لكم الكوان بالبطيء. للاسف يعني الكاميرا يدي راهي مغطيه شويه ديك البلاصه، حاولوا تزوميو والا روحوا لي فيديو تاع الباغور دي دغا اللي درتو لكم تاع بلاصه وبلاصه ونص. هذاك يعني درت لكم بالبطيء وزد درت لكم يعني ركزت عليها بزاف. انا اليوم راني مركزه على الغفلات. شوفوا الكفه كيفاش خرجت لنا، وذوك تشوفوا النتيجه النهائيه تاع الغفلات بلا ما نحددها بلا ما ندير لها والو على ماكينه الخياطه. تشوفوا كيفاش خرجت. نتمنى ان شاء الله نكون سهلتها عليكم، ربي يسهل لي في وجهي ويسهلها عليكم ان شاء الله. ربي يوفقكم في مشاريعكم. واللي راهي تقول لي نحوس نحل مشروع، نقول لك فازي قولي بسم الله وبداي. ما ننصحكش تبداي برولو، ننصحك تبداي بالميطراج. ما لقري تجي غاليه ليسونسيال حتى تلمي الزبائن ويعرفوك الزبائن وتشوفي كيف يشوفوا خدمتك. من بعد ان شاء الله نولي ونلحقوا للرولو. خلاص، يلا نشوفوا النتيجة النهائية تاع هذا الخياطة. هذه لازم تنحيو زوائد الخيوط، ما لازمش تخليو حتى خيط، ولازم الحديد تاعكم هو اللي رايح يعطي لكم لا فينيسيون المليحه، ولا نصف الخدمه تاعكم هو الحديد الحداد. شوفوا لا غفلات كيفاش خرجت، بسم الله ما شاء الله. كاين بزاف اللي تقول لك لهنا يخرج لي ديكالاج، يخرج له واحد البومبي، هذيك البلاصه تولي بومبي. اديو البنات الخطوات اللي عطيتها لكم، راني نمدلكم في الخطوات والنصائح باه ما تقعوش في الاخطاء. ماشي تجي وحده نقول لها ديري هذيك الطريقه الاولى والطريقه الثانيه والثالثه، تروح تيفيتي الطريقه الثانيه وتقول لي ما صلحتش. ما تقدريش هكا، مستحيل. ونولي نتبالط انا وياها كيفاه ما صلحتش، بالك راكي ما درتيش هذيك الخطوه. نقولها روحي ديريها ورواحي. صدقوني غير تروح تديرها وتعاود ترجع تقول لي صلحت، نولي نقولها شفتي يسمى ما خذيتيش الراي، يسمى راسك يابس انتيا. لا انا كي نعطي لكم معلومه ونقول لكم ديروا هذه وهذه وهذه، ما تروحوش تنحيوا من سيتكم الروسكم خطوه وتجيو تقولوا لي عويشه درنا طبقناها وما صلحتش. يا راكم ما طبقتوهاش قد سبحان الله. ليسونسيال انا لهنا رحت حددت البانو تاعي كيما شفتوا، نحيت هذيك الطاويه تاع اللي تجي من عند المحل. وعلى فكره قلت لكم باللي اللي فيه الدبابه راه طويل بزاف على الاني. بعد ما درت انايا لاغفلات رحت قصت الطول تاع الاني حطيتهم على بعضهم، نحيت الزائد من هذاك القماش تاع الدبابه وكملت كفيت الخدمه تاعي عادي جدا. خلاص، نتمنى ان شاء الله نكون وفيت وكفيت في الشرح، ونتمنى نكون ما طولتش عليكم. الله غالب هذا هو الوقت اللي جيت معاه قد ولا هنا تيلمو تاب والله ما قدرت نركبوا لكم في تريونغل تاع الطاقه. الله غالب درت لكم غير اكرمكم الله في المونش تاع البالي وحطيته فوق الباب.
ما قدرتش والله، ما قدرت، اسمحوا لي بزاف. والفايده ماشي كيفاش تشوفوه يعني، هو مليح تشوفوه في الشكل النهائي على كل حال، مي الفايده في الخياطه، في خطوات التفصيل والخياطه. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم. وما تنساوش تنحيو الديكالاج في القماش هو الاول كيما درنا في بدايه لا فيديو، باه تبداو تقيسوا المتر ونص تاعكم. يعني كي تشريو متر ونص من عند المحل لازم تروحوا للدار تنحيو الديكالاج، لابد تلقاو ديكالاج نحيوه، ومن بعد خيطوا الخياطه تاعكم باه ما تجيكمش الحاله عوجه. ويعني منك بصح توصلي لهذه المرحله وما تضغطيليش على ذاك الجيم وما ديريليش لايك هاني قلت وما ديريليش تعليق، والله غير ربي يهديك. انتظريني في فيديو جاي، مع السلامه، باي.